السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. دربي العاصمة ينتهي بالتعادل هدفين مقابل هدفين بين الترجي والنادي الافريقي. من جهة أولى، وكنت قلت أنا قبل المباراة وأن قوة النادي الافريقي في الأسماء التونسية الموجودة، بينما المدرب اليوم يمكن نحمله نوعا ما خسارة نقاط المباراة. خلينا نقولوا بعد نحكيو في التفاصيل. بيتوني بالنسبة لي أنا تعامل بطريقة ما كانتش مميزة من ناحية الترجي التونسي. ممكن قوة الفريق كانت خاصة في فرديات الاجانب الممتازين، ولكن بقيه المجموعه واللاعبين التونسيين هذه مشكله. وانا قلت ايضا وانه الترجي اكبر مشكله عنده هو انه الفريق فريق معناتها تم يعني تكوينه من اجل دوري الابطال، ولكن بالنسبه لبطوله تونس مش يلقى صعوبات، وهذا شفناه اليوم. النادي الافريقي في بدايه اللقاء وبيتوني حاول يلعب عالي، حاول انه يباغت، مع حاول انه معناتها ما يقبلش اللعب، لعب بلاعب واحد ارتكاز اللي هو احمد خليل. وهذا انا كنت قلت وانه هذا ممكن يسبب مشكله في التغطيه خاصه على الاطراف. بينما الترجي من ناحيته لعب تقريبا بالتشكيله كان يتوقعها الجميع، ما عدا تغيير واحد هو يمكن اللي تفاجأ به المدرب يعني ريجي كامب المشاهدين، وهو نزول اولو كاساسي وكوناتي كان على بنك الاحتياط. هذه ممكن اهم زوز نقاط نجموا نحكوها. بالنسبه للترجي التونسي، جات زوز فرص في اول المباراه وشفنا يعني رودريغو رودريغيز فرصتين الحقيقه توزيعت البليلي ما عرفش يتعامل معاها، وايضا تمريره البليلي كانت في ظهر الدفاع بعد كره كان قطعها اولو. وهذا امر يعني لازمنا توا نركزوا معاه لانه كثر الحديث على اولو. اظن اولو اليوم عمل مباراه في مستوى عالي، يعني قطع كرة وهو بدا في الهجمه، وكان المفروض انه رودريغو رودريغيز ينهاها بهدف. لهنا بطبيعه الحال كما حكيت ايضا بعد مباراه بيراميدز رغم الانتصار والمباراه الممتازه اللي قام بها اللاعب رودريغو رودريغيز، ولكن الفرص اللي ضيع فيها امام المرمى الحقيقه هذا امر لازم يلقى له حل. واليوم نشوفه يعني بسبب ممكن ايضا تضييع الفرص هذه الترجي يخسر النقاط. من بعد النادي الافريقي سجل هدف، وتسجيل الهدف اللي كان على كره ثابته خلى الفريق يدخل في المباراه ياخذ ثقه اكبر، ويحاول انه يضغط عالي ويحاول انه يلعب القدام، وعلاش لا يحاول يسجل الثاني. الترجي صار نوع من الاضطراب وفقدان للتوازن، والفريق يلعب نوعا ما لقاش التوازن نتاعو خاصه في وسط الميدان وخروج الكره والهجمه الى الامام، خاصه الجهه اليمين اللي كان فيها اللاعب قسيم عشه اللي كان خارج النص في مباراه اليوم. لكن النادي الافريقي ما نجمش يستغل الوظيفه الثاني، وممكن هنا احد المشاكل اللي كانت في اختيارات المدرب بيتوني مدرب النادي الافريقي هو التعويل على ادم قرب كقلب هجوم. بصراحه انا تفاجات لاني كنت اتوقع باش يلعب حمدي العبيدي، لاعب عنده اكثر خبره، لاعب ينجم يعني يعاونك اكثر ويطلب الكره ويعطيك عمق، خاصه يعني في لما الترجي كان يحب يرجع ويعدل النتيجه. ادم قرب كان تقريبا غائب في المباراه نتاع اليوم، وهذا اللي خلى النادي الافريقي صحيح يلعب عالي، صحيح ما تصيرش عليه برشا يعني خطوره في الميدان نتاعو، قص كرات في وسط الميدان، ولكن ما ثماش تتمه نتاع العمليه. من بعد خلينا نقولوا اصابه رودريغو رودريغيز، ولهنا تعامل المدرب كان فيه ذكاء، لانه مع خروج رودريغو نزل ساس وبالتالي حب يكمل يلعب قدام لانه مطالب بانه يعدل النتيجه. في الحاله هذيك بدل نوعا ما مواقع اللاعبين، نقولوا رسم التكتيكي بقى هو نفسه، ولكن تغيير مراكز، والبليلي مشى قلب هجوم. ولهنا شفنا مشكله اخرى انه البليلي بطبيعه الحال ماهوش المركز نتاعو، وبالتالي سقط في مسيرة التسلل أكثر من مرة وضاعت الكرات، والترجي حاول يلعب بسرعة على القدام ولكن ما عملش الفارق خاصة نظرا للنقطة هذه. من بعد إصابة قسيم عشة، ولهنا نجم نقولوا تحول ثاني في المباراة أيضا بعد تقريبا 36 37 دقيقة، نزول العبدلي قلب هجوم، وهنا البليلي وساس يرجعوا يلعبوا على الأطراف. ولهنا شفنا قوة الترجي اللي هي الأطراف ولت واضحة. العشر دقائق الأخيرة اللي كان فيهم العبدلي قلب هجوم عاون الترجي يلعب يرجع يلعب بالافكار نتاعو، وشفنا قوه الترجي على الاطراف، وساس يسجل هدف ممتاز بعد قطع الكره من الوسط وتقى بسرعه في التايمينج وبالدوزاج المناسب، يلعب الكره في المساحه وساس ينهاها بالساق اليمنى نهايه ممتازه جدا ويعدل بها النتيجه. والترجي رجعت له الثقه، ولا نشوف في خطوره الترجي اكثر خاصه كما قلت على الاطراف. وهنا جاء الهدف الثاني على كره ثابته وتوجي يسجل الهدف الثاني، ونهايه الشوط هدفين مقابل هدف. انا كنت نتصور وانه المدرب باعتبار خسر جوج تغييرات، هذه ممكن نقطه انا نحسبها ضد المدرب، كان المفروض بين الشوطين يقوم بتغيير العايب كان خارج النص، ما يقوم بحتى ادوار الحقيقه اقل لاعب في وسط الميدان. اليوم شفت تقا يقدم يمكن بالنسبه لتقا افضل مباراه لتقا
في الموسم هذا الكل مع الترجي. اوالو شفتوا اليوم يلعب القدام ويحاول يساند، ونظن العباد اليوم شافت يعني النقطه هذه. والعايب هو اللي كان خارج النص، ولكن المدرب ما غيرش. هذه انا مش نعرف بالضبط يعني كان المفروض يغير، خاصه حصل لك زوج تغييرات اضطراريه في الشوط الاول، ما بقاش عندك الا وقت نتاع تغيير واحد في الشوط الثاني. من المفروض تستغل ايضا التوقف بين الشوطين وتقوم بالتغيير، لكن هو ما قامش. بالنسبه للبيتوني كنت نظن انه باش يغير، باش يحاول يعني يعطي اكثر نسق ونفس هجومي للفريق نتاعو، خاصه انه ادم مقرب كما قلت كان خارج النص. كونزومبي من ناحيته ظهر في الدقائق الاولى ثم اختفى. بقى الخضراوي نوعا ما هو اللي حارب من الجهه نتاعو. وسط النادي الافريقي ما كانش متميز يعني في خلينا نقولوا 15 20 دقيقه الاخيره من الشوط الاول، وكنت نتصور بعض التغييرات نجم تصير، لكن هذا ما صارش، كمل بنفس الطريقه. وبالتالي شفنا بدايه الشوط الثاني كان الترجي ايضا ينجم يوصل مناطق الفريق المنافس النادي الافريقي وكان ممكن يهدد، ولكن لهنا وجود العبدلي كان مشكله كبيره. اللاعب يعني بصراحه دائما تمركزه خاطئ، اللاعب كان دائما بعيد على المساحات اللي تسقط فيها الكره، تربي الكره نتاعو كان يعني بعيد على مناطق الخطر، وما عطاش حتى فائده للترجي هجوميه. يعني العبدلي نزوله في العشر دقائق بتاع الشوط الاول، اخر 10 دقائق الشوط الاول كان جيد، اعطاه يعني قوه، رجع قوه الترجي من حيث ساسو والبليل على الاطراف، ولكن الشوط الثاني اللاعب كان تقريبا مش موجود، وبالتالي شفنا الترجي ما عادش قادر انه يصنع الخطر. بعد المدرب كان مجبر باش يقوم تغييرات، خاصه ممكن فما نوعا ما شفنا انه توجاي كان تقريبا على وشك انه يصاب ويخرج، ممكن البليلي حسيته ممكن هو تعب ايضا وطلب التغيير، ولهنا تخرج معهم العايب بطبيعه الحال. وشفنا كوناتي ينزل، وشفنا بطبيعه الحال بن محمد نزل وبن حميده تعدى المحور، وشفنا بوقره. ولهنا الترجي اصبحت فقط ساس على الجهه اليمين هو اللي تستنى منه حاجه، بوقره خارج النص نزوله مثل عدمه، والترجي ما عادش عنده حتى وزن هجومي، مع العبدلي كما قلت كان غايب في الشوط الثاني، وبالتالي الترجي اصبح يقبل في اللعب اكثر من شيء اخر. والمدرب تقريبا كون وسط ميدان اللي يعول عليه في دوري الابطال هو لوطقا وكوناتي، من اجل انه علاش لا ربما يحاول يعني يصد هجمات النادي الافريقي. النادي الافريقي من ناحيته بنزول قليلج، بنزول ايضا السرارفي، وبنزول سيميكولا مكان احمد خليل، اصبح الفريق يسيطر اكثر على الوسط الميدان، واصبح يضغط بشكل اكبر، مع السهيلي ينزل مكان تيني على الجهه اليسرى، وبالتالي ولا يعطي اكثر زياده عدديه لقدام. شفنا النادي الافريقي يحب يرجع، وخاصه حسوا انه الترجي ما عادش يصنع الخطوره في الهجمات نتاعو، وبالتالي اصبحت يعني الافريقي يلعب اكثر من دفاع للامام، والترجي كان يدافع. لكن بعد ذلك في اخر المباراه، او خلينا نقول 10 دقائق تقريبا قبل نهايه المباراه، ركنيه ثانيه والنادي الافريقي عدل بها النتيجه، ومن بعد بقات اللعبه يعني كان ممكن الترجي يخطف هدف او النادي الافريقي يخطف هدف، ولكن كان واضح وان المباراه تسير نحو التعادل 2-2، وهذا اللي صار. وبالتالي كما نقولوا ريجي كامب حسب رايي انا ما نلوموش الا في انه ما قامش بالتغيير نتاع العايب بين الشوطين. وبالنسبه ولكن الترجي سجل اهداف وعودته في اللقاء اليوم رغم الصعوبات، ورغم انه الترجي في مشكله كبيره بقانون الاربع اجانب فقط في البطوله، لكن لو تالون خلينا نقول احنا وميزه وامكانيات اللاعبين الاجانب في الترجي هي اللي خلت الفريق يقدر يسجل ويعود في اللقاء. النادي الافريقي من ناحيته كما قلت الفريق قوته في انه اهم عناصر عنده موجودين يعني تقريبا في كل المراكز، عنده لاعبين تونسيين، وشفنا دفاع ممتاز اليوم خاصه على الجهه اليمنى. بوعبيد كان ممتاز جدا. ايضا بيتوني حسب رايي هو كان احد الاسباب في انه النادي الافريقي ما خذاش نقاط الفوز، لانه كان خايف نوعا ما، تغييراته كانت متاخره نوعا ما، ولهنا لابد انه المدرب يكون اشجع حسب رايي. هذا هو تقريبا الفيديو بتاع اليوم، بدون يعني بطبيعه الحال الدخول فيما صار قبل اللقاء والكورفا اللي يعني ما دخلتش منذ بدايه اللقاء، احتجاجا على انه الدخله كان يعني كانوا الامنيين منعوا دخول الدخله وغيره من النقاط هذه اللي هي خارج المستطيل الاخضر، اللي انا ما عنديش عليها فكره واضحه 100%. ولكن شفنا مباراه كانت محترمه، تحكيم ممتاز للغايه، وهذا هو التحكيم يعني في المستوى العالي اللي يساعدك واللي يخلي المستوى يكون افضل. هذا هو الفيديو بتاع اليوم، خلوني انتم ارائكم على اي نقطه تشوفوها في اللقاء هذا. اختلافنا في السدود القضيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.